حركة جنسات غير 4 ديال البراش حاقدين ومفشين بغاو غير ينكدوا الحياة على المغاربة. هذا هو الكلام اللي نطق به واحد البومر نطلع على الاحتجاجات اللي وقع مؤخرا وهو كيدك في القهوة ديالو قبل ما يبدا الاجتماع. في مخي كانوا مئات الافكار والاف المعيورات اللي كانوا كيتسابقوا باش ندافع على دوك البنيتات والوليدات اللي غير كيطالبوا بظروف عيش كريمة الاساسيات وصافي. ولكن فضلت ما نجاوبوش. علاش؟ حيت عنده الباكيه كبيره. ما تقدرش تشرح الغرق لشي واحد عنده بيسين في الدار، ما تقدرش تشرح الظلام لشي واحد عمرو مقطوع عليه الضو، ما تقدرش تشرح تماره لشي واحد عمرو ما جرى على طرف د الخبز. يفهم شنو هي تريسكي بطموحك مستقبلك على ود فكره. واللي عنده الباكيه مهوره محال يفهم الناس اللي عندهم صغير. من الاخر ما بقيت كنتلاش مع حتى شي واحد حتى كنعرف قداش عنده. وإلا فهمتي هاد اللعيبه ديال الباكيه غتولي تفهم كيفاش كل واحد فينا كيشوف العالم. في 2001 ريتشارد لينكليتر دار واحد الفيلم الا تفرجتي فيه غتحس بحال الفلسفه ولات كتجري لك مع الدم. Wake in Life. في واحد المشهد من هذا الفيلم واحد خينا كيسوق طوموبيله دايره بحال شي باطو وكيشرح بصوره بسيطه حياه الانسان من الولاده ديالو. كيهضر على باكيه الملونات. البلان هو بحال كتجي لهاد الدنيا ومعاك باكيه ديال الملونات. دابا يمكن طيح فيك باكيه ديال 8 ممكن ديال 16، ولكن البلان كله هو شنو غادي دير بالالوان الملونات اللي تعطاو ليك. وما تسوقش لون داخل الخطوط ولا خارج الخطوط. انا كنقول لون برا الخطوط. فهمتي البلان؟ لون برا الورقه انت كاع. خذ راحتك. من الدقه الاولى الهضره كتبان بحال شي ديسكور عادي ديال الموتيفاسيون الحامضه. قنع باللي قسم ليك الله، ركز مع الطرح ماشي مع الكارطه اللي تفرقات ليك. ولكن اللي كيخلي هذا الشيء عميق هو ما كيقولش ان الباكيات اللي كنجيو بهم في الحياه عندهم نفس القيمه. ما كيقولش باللي باكيه ديال 8 الملونات بحال 64. كيقول حاجه كتزيد تبرزط. الباكيات ماشي مساويه، ولكن خاصك ترسم بغيتي ولا كرهتي. وهذا هو التشالنج. شوف مزيان في الباكيات ديالك شو طاح فيك، واش تقدر تتعرف عليها وتكون صادق مع راسك. صادق باش ما تكونش بحال البومر اللي دويت عليه قبل كيحكم على رسومات الناس بحال طاحت فيهم كاملين باكيه مهوره بحالو. حيت كل باكيه كتجيب تشالنجز ديالها ومزايا ما تقدرش تتوقعها. اولا كاين الباكيه الصغيره، العيب اللي كيشوفوه الناس كاملين. هذه هي بزاف في الفقر، بلا اساسيات، بلا مدرسه مزيانه، بلا معارف، اضطرت تختار بين تمشي تقرا ولا تمشي تسكلمه. هذه هي تولد بجسم معطوب ما كيخدمش بحال ما كيتوقع المجتمع. الم ما كيمشيش، اعاقه، امراض وراثيه كتخلي ابسط الحوايج تبان لك بحال شي جبل. هذه هي تكبر في عائله فيها الظلم ولا الحقره ولا غياب الوالدين. تعلم لغه العنف قبل ما تتعلم الحساب. تربي راسك حيت ما كاين حتى شي واحد يتكلف بك. الباكيه الصغيره صعيبه بزاف، واللي يقول العكس ما يكون غير كذاب ولا حمار. واللي كيخلي الباكيه صعيبه في شكل هو الحكرة المجتمع. تقدر تخلق عندك اليأس، ولكن كتخلق حتى ناس ما عندهم في حياتهم ما يخسروا. اللي بداوها رباح. ملي ما كيكون عندك والو كتكون حر اكثر من اللي كيكون عندك كل شيء. ما كتدافعش على داكشي اللي عندك، كتحارب على داكشي اللي محتاج وكتضرب بالجهد حيت ما عندكش علاش تخاف. ملي كيكون عندك غير 3 الملونات كيبدا يبان لك كل واحد فيهم سلاح. ملي الاغلاط ما كيبقاو يعنيو لك والو كتولي تتعلم دغيا. ملي ما كيكونش عندك سيفتي نت كتعلم تطير وكتعلم تطيح، وهادو بجوج هما احسن مدارس. الباكيه الصغيره كتخلق عندك واحد العقليه سميتها خاصني نلقى حل حيت ما عنديش بديل. كتخلق عندك واحد الجعره، كتخلق واحد الناس ما كيعتبروش كل فرصه كتجيهم مضمونه حيت عارفين الا جات كتجي مره في العام. واش هادشي كيخلي الباكيه الصغيره عادله؟ لا. واش هادشي كيعني ان نزلت حاجه زوينه؟ اوهوي، ولكن هادشي كيعني حاجه وحده. الا طاحت فيك الباكيه الصغيره ما كتبداش من الصفر، كتبدا بالحريه. حريه ما عندك ما تخسر. القوه الوحيده اللي كتجي من كونك غارق في الخرا. السؤال هو واش كتستعمل هاد الحريه باش تبدع ولا كتضيع وقتك وانت كتحسد اغلب الناس اللي جاهم باكيات احسن من باكيتك؟ الباكيه الثانيه هي الباكيه الناقصه. تخيل معايا كتحل باكيه وكتلقى الحمر، الخضر، الصفر والزرق، ولكن ما عندكش الليموني
والناس كاملين اللي دايرين بيك كيرسموا غروب الشمس. البكية الناقصة هو بحال شي برهوش كبر والديه مطلقين، عنده ام غزالة ولكن ما عندوش اب، كيشوف الناس اللي دايرين به كيتعلموا الرجولة من ابائهم، وهو حكم عليه الزمان يتعلمها من الافلام والشارع. هذا هو تكبر ذكي ولكن فقير. عندك لون الذكاء ولكن ناقصك لون المعارف. تقدر تحل اي مشكل ولكن ما كتعرف حتى شي واحد اللي يعطيك الفرصة باش تبين. هذا هو الزماكري اللي كيدوي جوج لغات ولكن ما كينتمي لتا شي ثقافة. عندك لون تكيف ولكن ناقصك لون الانتماء. تقدر تندمج في اي بلاصة ولكن ما كتحس براسك في بلادك حتى شي بلاصة. بحال شي مغني غليظ وصلع ومزغب. عندك لون الموهبة ولكن ناقصك لون الماركتابيليتي. الصوت ديالك يقدر يحرك آلاف ديال الناس ولكن الفن تجارة، والتجارة بغات منتوج عنده سكسي باكاجين على ود الكليبات وداكشي. الألوان الناقصة هي الحوايج اللي كتخليك كتحس بالنقص، وهذه هي المصيبة. تقدر دوز حياتك كاع كاملة وانت حاقد على الوضعية وكتمنى داكشي اللي عند الناس الآخرين، ولكن القوة اللي كتعطيك بكية الملونات الناقصة هي هذه. النقص كيفرض عليك تبدع. ملي الناس كاملين اللي حداك كيرسموا غروب الشمس بالليموني وانت ما عندكش الليموني، اما ما كتستسلمش وكتلقى شي طريقه باش تخلط الصفر والحمر باش يعطيك الليموني وترسمو بطريقه حتى شي واحد ما خمم فيها قبل منك، ولا كترسم والدين مو بالموف ولا الغوز ولا شي تخربيقه اخرى. وفي البلا كيبان غروب الشمس ديالك مختلف على كاع غروبات الشمس د العالم. الملونات الناقصه يمكن تخليك محطم ولكن كتخليك حتى مبدع الا ما جلستيش تغبن ومنطي تشوف شنو دير داكشي اللي عندك. السؤال هو واش غدوز حياتك كتمنى الملونات اللي ما عندكش ولا غادي تتعلم دير خيلوطه. وهنا كتجي اغرب بكيه فيهم كاملين، الملونات الخطا. ماشي عندك غير شويه ولا عندك شي حاجه ناقصه، هادي عندك فيها بزاف ولكن ماشي هي الملونات اللي كيستعملوا اغلب الناس. هذه هي تكون الفنان الوحيد في عائله ديال المهندسين اللي كيقدروا غير المهارات العلميه. عندك لون الابداع في عالم كيكافئ غير لون المنطق. هذه تكون الانسان العميق ذكي عاطفيا اللي زاد في بيئه فين الرجوله كتعني كبت المشاعر. عندك لون الاحساس بلاصه من المفروض تستعمل فيها غير لون الصلابه. هذه تكون مقاول مجتمع كيعبد غير الامان. عندك لون المغامره اللي الناس كاملين حداك كيستعملوا لون سير حدا جنب الحيط. هذه تولد في الزمن الخطأ. عندك مهارات مازال العالم ما كيقدرهاش ولا ما بقاش كيقدرها. الشاعر في عصر تيك توك ولا بحال شي امام كيدير الخطبه في الكنيز هو عنده موهبه ستاند اب كوميدي. التوقيت هو هذاك ولكن الخشبه اللي انت كتلعب فيها كتطلب حاجه اخرى. هذا هي تكون انت هو انت في بيئه كتعاقبك على هويتك. عندك ملونات في شكل ظروف كتطلب منك غير كوبي بيست بلا زياده بلا نقصان. الملونات الخاطئه كتخلي الاختيار صعيب. شي ناس كاع كيهاجروا نفسيا وجسديا لاماكن اخرى فين الوانهم مقبوله، وشي ناس كيرفضوا يبدلوا ملوناتهم بالمره، كيرسموا اللي قال لهم راسهم ماشي شنو مفروض عليهم، وكيبقاو يرسموا لوحات فريده وعجيبه وسبيشال حتى العالم كيحني الراس لهم، كيعطيهم كل الاحترام والتقدير. الملونات الخاطئه اما كتحطمك اما كتردك متمرد وما كاينش بين وبين. السؤال هو واش غتبقى تحاول تخدم ملونات ما عندكش ولا غادي تجمع الكميشه ديال الملونات الخاطئه اللي عندك وتخشيها في كماره مجتمع صحه بحال كتقول لي هنا هكا الا ما عجبكش الحال ولا ما عجبكش الحال عاود. واخيرا الباكيه اللي حتى شي واحد ما كيبان ليه فيها العيب، الباكيه المهوره، باكيه البومر. هذه تولد عندك كل شيء، الفلوس، الصحه، التعليم، المعارف، الامان، الاختيارات، البيبان كلها محلوله، الالوان كلها حاضره. هذه الباكيه اللي الناس كلهم باغين ومن برا كتبان بواعر، ولكن الناس ديال الباكيات الصغيره ما كيبانش لهم فين كاين القلب. الباكيه الكبيره كتخلق صوره مغلوطه على العالم، كتخليك تشوف العالم ديما من الفوق، ومن الفوق كيبان ديما زوين. بريفيليج ما كيعطيش غير مزايا، كتولي تصحاب الحياه سهله على الناس كاملين، واللي مكرفسين غير حاقدين وسهله ودمادم. ملي ماما وبابا ديالك يقدروا يحلوا اي مشكل بالفلوس، ما عمرك ما كتعلم تحل المشاكل ديالك لراسك. وملي كيولي عندك ما لا نهايه الفرص باش تحل المشكل، الفشل ما كيبقى يعلمك التوزع، كتولي عاجز وكتولي خنونه، وما كيكونش عندك الادوات ولا المايند سيت باش تصوفي راسك. ما كتعلمش تتعامل مع الروينه، الشك
الخطر، الجهاز العصبي ديالك كيعرف غير ايزي مود، ونهار القضيه كتحماض راك ما كيجمعوش راوت. هي الحياه كتكون سهله قصتك كتكون حامضه، ما كتطورش العمق والشخصيه والتجربه اللي كتجي غير من النجاح في حوايج صعاب. الفن ديالك وشخصيتك والنظره ديالك للعالم كتبقى غير سطحيه، حيت عمرك اضطريتي تدخل الغارق بقيتي غير في الكشكوش. البكيه الكبيره كتعطيك كل حاجه الا الجعره، الا الجوع اللي كيفرسي الناس يصنعوا شي حوايج جداد ما عمر العالم شاف بحالها. وهذا هو البلان. الناس موالين البكيات الكبار في الغالب كيبدعوا قل من الناس اللي عندهم بكيات صغار، ماشي محيت اقل موهبه، ما مضطرينش يبدعوا. وهذه هي المصيبه ديال البكيه المهور. يا اما كتجي شي مصيبه تصرفقهم حتى كيفيقوا من القلبه باش يعرفوا راسهم في اين عالم من الامتيازات عايشين، ولا كيبقاو معميين كيشوفوا العالم من الفوق حتى كيموتوا وما كتمنى لهم حتى شي وحده فيهم. المهم هادو هما البكيات اللي كاينين: الصغيره، الملونات الخاطئه، الملونات الناقصه، والبكيه الكبيره. ولكن القلب الحقيقي وتبقى واقف قدام الورقه البيضاء، حيت واحد النهار الا كملتي اللوحه ديالك شي واحد غادي يشوف فيها وما يسولش على نوع البكيه اللي كانت عندك، وما غاديش يحسب الملونات اللي خدمتي بها، ولا يشوف واش كانت عندك الملونات صح، غيشوف غير شنو اختاريتي ترسم وكيف رسمتي.